رئيسة جمعية بلسمات سيدة أمل سليمان، أهلا وسهلا فيك خبر أغاني ورمضان كريم. اليوم نحن معك بالسحور السنوي لجمعية بلسمات. وأهلا وسهلا فيكم كمان وينعاد على الجميع بالخير مثل ما تعودنا إنه جمعية بلسمات الخيرية كل سنة بتعمل نشاطات برمضان، بتعمل نشاطات بتواكب كل أعياد البلد ولبنان لأنه نحن منفتحين على الكل. وفكرة حلوة أنك تطلبي من السيدات تحديدا يكونوا لابسين عباءات الليلة. ومش بس إنه يكونوا لابسين عبايات حلوة لأنه في مباراة كمان بالعبايات، وحنعمل كومبيتيسيون وحيقوموا يعملوا ديفيلي شو في نشاطات شو بدك تخبرينا عن الجمعية؟ اللي عم نشتغل عليه، وهو مهرجان حيكون سوربرايز كبير كتير للكل. مهرجان على مستوى كتير عالمي يعني انترناشونال. مش رح خبرك كتير يا فراس لأنه ما بدنا نعلنها هلأ. حيكون في بريس كونفرنس على راد ورح نحكي كل شيء بالتفاصيل، بس رح لك شغلي إنه هو بيختص بالسفرات. بحبك والله بس إن شاء الله قلبك عني ما يتخلى، ما تقليلي ما اشتقتيلي أنا ما صدقت رجعتي. أيمن زبيب، رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك عبر أغاني. اليوم موجود بالإفطار بالسحور الخيري لجمعية بلسمات. اول شيء بتشكركم اغاني، وانا تارككم للالبوم يعني مش عم شوف حالي على اغاني مع بحبكم. بحب القايمين عليها، وانبسطت انه صار في ديل انتو وروتانا يمكن. فبدي لكم ان شاء الله بتوفيق ورمضان كريم على كل اللي عم يشوفونا. وانا بالنسبه لليوم الصبايا مدام امل سليمان شومان، بحترمها وبحبها كثير، وكل الاصدقاء اللي جوا يعني اصدقاء لي من خلال مناسبات قديمه، وحبيت اجي اشاركهم بهالافطار بهالسحور، ودخلت سعيده لقلوبهم. خبرني عن هذا الشهر، أداء له خصوصية عندك أيمن، كيف بتقضيه؟ أداء بتميز عن غير أشهر بالسنة؟ يعني هو الحمد لله الإيمان برب العالمين بيزيد أكتر، عفوا على الكلمة، وإيماننا موجود بداخلنا، بس سبحان الله لا شعوريا بترجع لنفسك ولعائلتك أكتر، بصير في هيك حنان عاطفي وديني أكتر. يا الجزائر يا بلادي لي سكنوك في مشاركة خيرية من سلطنة الطرب الجزائرية بالحفل الخيري لجمعية بلسمات. أهلا وسهلا فيك عبر أغاني، وخبريني عن مشاركتك الليلة. أكيد إنه أنا فرحانة إني أكون مشاركة اليوم بهيدا الحفل التكريم أو الحفل الخيري. بدي وجه تحية لست أمل سليمان اللي هي عملت يعني هذه المبادرة الجميلة، وسهرة رمضانية مثل ما أنتم شايفين كلنا بالعبايات. والله يعني كتير حلو. عباية كتير مهضومة. ثانك يو، عملتها لي نعيمة من المغرب، وجه لها تحية. شو بتتذكري من العادات الجزائرية اللي كنت تعمليها أنت وصغيرة برمضان؟ كنت بطبخ، أنا بحب كتير أطبخ. أنا عبر هذا الشهر الفضيل تعلمنا الطبيخ، يعني نقوم إحنا 5 بنات كل واحدة بتاخد دورها، وبابا الله يرحمه هو اللي كان يعطينا مين أحسن واحدة في آخر الأسبوع، يقول لك فلة أو قايمة أو نعيمة يعني واحدة بتعمل حلو واحدة بتعمل بس إجمالا لما يكون دوري بقول له ما حدا يدخل المطبخ، بدكم تاكلوا بدكم تفطروا صح، اتركوني وحدي. عندي حفلة في مسرح المدينة شهر رمضان الكريم، بس إن شاء الله يكون يا عم السلام في وطننا العربي أهم شيء. هذا الزلزال اللي احنا نمر فيه بيوقف بقى، وبنوعى لأنه ضروري نكون واعيين إنه هيدي لعبة عم تتعمل.